الحمد لله بعد 4 ساعات فلاط وصلنا في الآخر مدينة طشقند. هنجري بسرعة على الأوتيل وننام. ممكن ناخد عشا خفيف ولا حاجة كده لو لقينا إن في أي محل فاتح. وبكرة إن شاء الله عندنا لسه يوم طويل هنزور فيه مزارات طشقند كلها على قد ما نقدر، وهنحاول نسجل لكم كل لحظة عشان خاطر تبقوا عايشين معانا الزيارة كلها. نشوفكم بكرة. لو لسه أول مرة في حياتك تشوفني أو مش متابعني، اعمل لي اشتراك في القناة واعمل لي لايك عشان خاطر تساعدني وتشجعني إن أنا أقدم لك لسه كل جديد. أشوفك على خير، سلام. صباح الفل عليكم. حاليا أنا في طشقند، ده الهوستل اللي أنا قاعد فيه. هو تقريبا في وسط البلد وقريب من مزارات كتير. بقى خلاص بقفل شنطتي وهسيبها هنا في الريسبشن عشان اخدها بالليل وانا بتحرك على مدينة بخارى بالقطر. حاليا هخرج اروح شوية مزارات، احاول افرق على قد ما اقدر على الاماكن اللي انا هروحها. يا رب الاماكن تكون جامدة، يا رب ان شاء الله انبسط، ان شاء الله اصور لكم حاجة انتوا كمان تنبسطوا بيها. اشوفكم كمان شوية لما اوصل للمدينة ان شاء الله. اول حاجة النهاردة رحنا عشان نزورها انا وصديقي، هي كاتدرائية القلب المقدس في مدينة طشقند. هي من أعرق وأكبر الكاتدرائيات الموجودة في المدينة. اضطرينا إن احنا لازم نبدأ بيها بأول حاجة عشان هي ليها مواعيد معينة بتتفتح فيها وبتتقفل فيها. فاحنا المفروض خلاص يعني فاضل تلت ساعة والكاتدرائية تقفل، فقلنا نلحقها. بس هصورها لكم دلوقتي، أنا داخل عليها، ولما أخش جوه إن شاء الله هوريكم الكنيسة من جوه. ده شكل الكاتدرائية، مبنى قديم قوي وفي سيمترية كده، السلالم هنا والسلالم هنا. ده الساحة بتاعت الكاتدرائية. دي معلومات بقى عن الكنيسة، اتبنت امتى والحاجات بكل سنة، والسنة 1875 1884 1902. كل سنة من السنين دي أي حاجة حصلت في الكنيسة أو جدد هما كاتبينها لحد سنة 1 أبريل 2005. دي كان آخر أبديت حصل في بناء الكنيسة أو موقف الكنيسة. Последняя страница есть ключ до жизни этого священника. Знаете, как кончится жизнь, он умирает, этот старый священник. И только в этот момент, когда он умирает, в его жизни такое вдохновение, такое вдохновение. واضح ان ده طريق الحمام، انا ماشي بعشوائية تامة جدا في الكنيسة، حسب بقى ما رجلي بتوديني بشوف المكان ايه.
I radość, i gruź, i slzy, i radę, i kres, i ból. No i jego potem teraz patrzę na mnóstwo ludzi i gabaryt. No, błaga. No, błaga. To jest świat, który badaje через Италию. И то есть этот чудесный камень, который ткал всю нашу жизнь, иногда недовольный, грустные, разочарованные. А это все, тот ключ, чтобы прочитать нашу жизнь, как благодать, как дар от Бога. Все это благодаря вере. Потому что вера есть. الواحد منه بقاله كذا يوم ما نامش، فافتكرت ان النهارده اصلا يوم الاحد والساعه دلوقتي 12:30. احنا حاليا كنا بنصور الصلاه في الكاتدرائيه، اول مره في حياتي احضر صلاه في كنيسه. هي بصراحه التجربه كلها والكاتدرائيه شكلها جميل جدا ومبنيه بطوب. انا هوريلكم حالا دلوقتي. بس حاول ان شاء الله بعد ما نخلص هنا في الكنيسة اي مكان ان شاء الله مزار هنروح اصور لكم من جوه ومن بره واقول لكم الاجواء فيه عامله ازاي واحاول اصور لكم واعيشكم معايا التجربه. بس ان شاء الله هعمل لكم فيديو واحد برضه تبقى اليوم كامل في طشقان ده قضيته ازاي، تبقوا عايشين معايا خطوه بخطوه. فاستنوني ان شاء الله اروح مكان جديد اصور لكم فيه واوري لكم. باي باي دلوقتي. راكب ابلكيشن ياندكس دلوقتي اول مره. تقريبا اسعاره عامله زي اسعار التاكسيات العاديه. هوريكوا راجل مروق على عربيته. Поверните направо. مركب لها كاميرا في المراية بقى عشان Маршрут تبقى جايبة قدام ورا بقى والدنيا حلوة. Через 300 метров на светофоре поверните направо на проспект أشوفكم كمان شوية في Андреева. مكان جديد أقولكوا برضو وأعيشكوا الأجواء فيه. حاليا وصلنا ميدان الاستقلال، تاني نقطة لينا هنا في مدينة طشقان. ميدان الاستقلال عملوه بعد استقلالهم عن الاتحاد السوفيتي عشان يبقى رمز لحدث كبير زي ده ليهم، ان هم استقلوا عن الاتحاد السوفيتي. فهوريكم دلوقتي من بره، نخش جوه برضه نشوف شكله عامل ازاي والاجواء عامله ازاي. فاستنوني هوريلكوا حالا. ده شكل المدخل. هي حاجة شبه انها تكون حديقة برضو، يعني في كمية شجر وزرع بشكل ملفت. حاجة مهمة برضه حابب اقولها لكم، احسن وقت لزيارة اوزبكستان من اخر شهر 3 او اول شهر 4 لحد شهر 6 او 7 او 8. يمكن 7 و 8 بس الدنيا تبقى حر شوية. الجو حاليا انا دلوقتي في شهر 4 اخر شهر 4. الجو كويس واحسن يعني من مصر ممكن شوية في حتة الحرارة وكده. لا الحرارة مش عالية قوي، الجو كويس. وبالليل الجو كان برد. الرطوبة معتدلة مش عالية ولا قليلة. بس الوقت لا وقت لطيف يعتبر ربيع. فلو حد عايز يجي يفضل انه يجي في الوقت ده هينبسط اكتر.
بس خلينا نكمل جولتنا في ميدان الاستقلال عشان اوريكم حاجة من الحاجات اللي انا خدت بالي منها هنا برضو بقالي يومين، ان في كلمات عربي كتير جدا هي داخلة في اللغة الأوزبكستانية. يعني هو طبعا أغلبية الشعب الأوزبكستاني ما بيتكلمش إنجليزي، هما بيتكلموا أوزباكي وروسي وممكن شوية بس كده بيتكلموا إيراني. وطبعا يعرفوا عربي، اللي هما دولة مسلمة وبيتعلموا قرآن ومهتمين جدا بتعليم الدين. فحاجة بقى خدت بالي منها إن كلام كتير جدا من كلام الأوزبكستاني هو كلام عربي. يعني أنا امبارح كنت راكب القطر من سمرقند لطشقند، ففي محطتين، محطة في الشمال ومحطة في الجنوب. فأنا بحاول أسأله المحطة اللي احنا هنروحها هل محطة الشمال، وبقول نورث وساوث. اتضح في الآخر إن نورث هي شمال و... و... لا قصدي مش يعني شمال عندهم شمال وجنوب عندهم جنوب. يعني الموضوع سهل أكتر من أنا كنت متخيل. ف وبكتشف مع الوقت ان كلام كتير جدا عربي عندهم هم فاهمينه وعارفينه. بصراحة انا البلد مبسوط فيها جدا، والشعب جميل جدا جدا جدا. حاليا انا ورايا الشعلة بتاعة شهداء اللي ماتوا في الحرب العالمية التانية من دولة اوزبكستان. والشعلة اللي ورايا دي هي تخليدا لذكرى الناس اللي توفوا في الحرب العالمية التانية من اوزبكستان. هم عملوها من ساعتها، ومن ساعتها النار دي ما بتطفيش، يعني كنوع من انواع تخليد الذكرى للمتوفين. اوريكم دلوقتي حاجة تانية عشان برضو تبقوا شايفين الاجواء حواليا عاملة ازاي. ده تمثال الام الاستقلال، هو معمول هنا في ميدان الاستقلال. يعني عاملين تمثال بيعبر عن الامومة و للاستقلال، عشان يعني مفهمتش قوي بصراحة هنا من الناس في اوزبكستان، بس اللي عرفته ان هم عاملينه عشان تخليدا للاستقلال وذكرى الاستقلال بتاع اوزبكستان من الاتحاد السوفيتي. هلف ان شاء الله في باقي المكان، احاول اوريكم المكان شكله برضه عامل ازاي عشان ابقى اوريكم حاجات كتير من غير ما اطول عليكم. بس فاستنوني اروح مكان جديد اوريكم حاجه جديده ان شاء الله. دي بقى هما عاملينها تخليدا لاسامي الناس اللي احنا كنا لسه بنقول الشعلة اللي عاملينها دي. اسامي بقى الناس اللي توفت في الحرب العالمية التانية من اوزبكستان ومن دول الاتحاد السوفيتي عموما. عاملينها هنا بالترتيب، حرف الاكس وبعد كده حرف الواي، بالتواريخ ميلادهم وتواريخ وفاتهم. نكمل لف وهوريكم ان شاء الله حاجات تانية ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تنبسطوا. حاليا انا في محطة مترو اللي هنروح بيها لميدان امير تيمور. محطات المترو هنا يا جماعة من ايام السوفيت، فالديزاين بتاعها ديزاين قديم شوية، وهي على نفس الحال بتاعها من ايام لما كانت اوزبكستان دولة تبع الاتحاد السوفيتي. من حوالي 5 سنين لحد من 5 سنين فاتوا ما كانش ينفع ان حد يمسك موبايله زي انا ماسكه كده او يمسك الكاميرا ويصور، بس حاليا بقى مسموح بالتصوير داخل محطات المترو. فاستنوني ان شاء الله لما اوصل ميدان امير تيمور. في هنزور الميدان هناك، واحد من اشهر الميادين، كمان في اماكن سياحية هناك هنصور فيها، وان شاء الله تبقى اماكن حلوة تعجبكم واوريها لكم باذن الله. فستي تيوند ان شاء الله اصور لكم حاجة جامدة جدا. طلعنا من المترو وده محطة امير تيمور، والورايا تمثال امير تيمور. امير تيمور هو اكتر بني ادم مشهور في اوزبكستان، وهما بيعتبروه هو اللي بنى دولة اوزبكستان الحديثة. هو من سنة 1804 اعتقد، حتى الوقت ده.
هو بنى مدن كتير جدا موجودة في أوزبكستان، وبنى مدن كتير جدا كمان خارج أوزبكستان، منها في الهند ومنها في الدول اللي حوالين أوزبكستان زي طاجستان ودول تانية. فهو أكتر حد مشهور وأكتر حد متسمي على اسمه شوارع وميادين موجودة في أوزبكستان. أنا هوريكم التمثال بتاعه. والمنطقة هنا منطقة حيوية جدا، من أكتر من المناطق اللي احنا شفنا فيها ناس، وأكتر ناس بتيجي هنا تتصور عند التمثال. اللي ورا ده واحد او هو اهم اوتيل موجود في مدينة طشقند، هو اوتيل اوزبكستان. هو مبني من ايام الاتحاد السوفيتي ولحد النهارده على نفس الوضع بتاعه، ما اتغيرش، ما اتعملش فيه اي تعديلات، وهو يعتبر اهم اوتيل موجود في مدينة طشقند. هنكمل لسه لف شويه في مدينة طشقند، فاستنوني اصور لكم شويه في مكان تاني، وهحاول على قد ما اقدر اوريكم المدينة زي ما وعدتكم ان شاء الله، وهعيشكم معايا لحظة بلحظة. اشوفكم كمان شوية. وصلنا هنا البازار هنا في طشقند، مكان زحمة كله بياعين. هنخش دلوقتي نشوف المكان وهنشوف هل ممكن مثلا نشتري حاجة ولا لأ. أنا دقت فاكهة كده دلوقتي، بس أنا مش عارف دي ايه، بس هي طعمها لذيذ كده شبه المترا. هنروح نصلي الظهر وهننزل نتحرك على البازار ان شاء الله، هفرجكم عليه. استنوني شويه نصلي وهوريكم باذن الله البازار. صلينا الظهر والعصر المسجد هنا جنب البازار، وحاليا هاخدكم كده بجوله. الدنيا حواليا كلها كده ناس فرشين بيبيعوا بقى كل حاجه، توابل، خضار، فاكهه، العاب اطفال. هو سوق بقى كامل فيه كل حاجة. بصراحة أنا دقت فاكهة كده اللي وريتلكم من شوية دي، طعمها جامد، طعمها جامد أوي. بصراحة مش عارف اسمها ايه، بس لأن هنا الناس بتتكلم أوزبكستاني أو روسي، صعب أوي إنك تلاقي حد بيتكلم إنجلش أو بيقول لك معناها بالإنجلش إن أنت تقدر تدور عليه. حمص، ملح، ثانية. ده مثلا العيش بتاع طشقند. لو تاخدوا بالكم هنا شكل الختم مختلف عن اللي احنا كلناه في سمرقند. اللي انا فهمته ان العيش كل مدينة مختلف في الختم بتاعه عن عيش المدينة التانية، بيختموه بعلامة كده زي علامة مسجلة في نص المدينة. هاخدكم دلوقتي الجولة وتشوفوا بعينيكم برضه الوضع عامل ازاي. تلولا ما تلولا نفس ليه دولة تلولا ما ليه دولة تلولا. Traditional cap. To do szlak hasta, brak? انا صاحبنا انا عايز اشتري طاقية اوزبكستاني. عايز طاقية اوزبكستاني يا محمد؟ نجيب لك. بيبيعوا هنا مية زمزم
Is this original Zamzam? Yes, this. Original. Zamzam, Zam. Yes. Yes, Saudi Arabia. Okay. بنشتري حتة طيب أوزبكستاني كده من البازار هنا، بس هما بيقولوا ان هي دي كده المفروض كبيرة. هيروح يجيب لي مقاس اصغر شوية عشان دي تقريبا واسعة او حاجة. انا معرفش بصراحة هي ظبطتها ازاي، فعشان كده سألتكم. يعني انا معرفش هل ده كده صح ولا فيها مشكلة، بس هو قال لي لا، هو هيجيب لي واحدة اصغر عشان تبقى لايقة او ظابطة عليا اكتر. فلما تيجي ان شاء الله هقيسها برضه واشوف كده ايه الكلام. بس خلاص اشتريناها يعني. حاليا احنا جوه البازار. شوش البازار ده اشهر بازار موجود هنا في طشقند، في كل انواع البضائع، حاجه كده كل حاجه تقريبا موجوده، من اول الجبن للحوم للتوابل للمكسرات. النهارده تاني يوم عيد الفطر، فالدنيا اجازه، بس في نفس الوقت الناس نازله بتفتح حاجتها، وبيبيعوا هنا كل حاجه، مخللات اهو. هاخدكم كده برضه جولة، افرجكم على حاجة شكلها عامل ازاي هنا في الفاترينات. وبرضه في حاجة مشهورة بيها دولة اوزبكستان، هي اكل لحم الخيول. هم هنا بياكلوا لحم الخيول، هو المفروض ان هو مش حرام بالنسبة لنا، فمش عارف بقى اظبط هجربه بصراحة وانا في اوزبكستان ولا لأ. بس انا شفت هنا كذا حد بيبيع لحم الخيول، فهفرجكم دلوقتي برضه على الدنيا هنا عاملة ازاي، وهسيبكم شوية تتفرجوا انتوا وانا اتفرج معاكم. Canım nereye geçir unutmagan bir narsa deganman axir bolachadan bor kutib xotirim ota-onam unutmoqda vatanim o'tinaman go'zalim iltimos xat yozsang faqat ishxonamga yoz maktublaring shaylanadigan degan joyi kerak shu qilib كل أستعد بالله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون. يعني يجب أن ننظر. احنا دلوقتي في مجمع حضرة الإمام، ده من أشهر المجمعات الإسلامية اللي موجودة هنا، أو هو أشهرهم تقريبا. ده مسجد حاليا عصر جوه لسه خلصانة، وده درس بعد الصلاة شغال جوه. المكان بقى زي ما انتوا شايفين كده. Yani sağ anlamda ibadet bu işlerden müteşebbis doğru bo'ladi. Yana Alloh taolo bir qancha oyatlarda ya'ni val asr vash-shams va qamar mana shu oy, quyosh, asr vaqtga qasam Alloh taolo. Ana shu vaqtni qadri juda ulug'. ده شكل المسجد من جوه.
اللون التركواز او اللي هو الفيروزي ده زي لون السرير ده هو اكتر لون طاغي على البلد كلها تقريبا. يعني هو لون من هوية المدينة، يعني المدينة كلها مختارة اللون ده بشكل جامد جدا، او اللون الازرق عموما بكل درجاته. دلوقتي داخلين اكبر حديقة نباتات موجودة في طشقند، هي حديقة نباتات طشقند، ودي فيها نباتات واشجار نادرة وكتير جدا. فنخش دلوقتي جوه وهفرجكم ان شاء الله. Камушек в этот момент попадет между вот этим балконом и асфальтом. Маленькое расстояние, камушек туда попал, сразу. There are wildlife animals, wild animals, maybe very interesting. لو دي في مصر لا دخلت في لو اخر حاجه ان شاء الله في طشقند قلنا ما ينفعش نمشي من غير مندوب لحم الخيل اللي الناس كلها بتقول لك ان انت لازم تدوق. المهم واحنا مطعم قبل ما نتفرج ان شاء الله على وندوق، وانا بدوق ان شاء الله هوريكم رد فعلي عشان طبعا دي اول مره في حياتي ادوق، ويا رب يطلع حلو وبس عشان تشوفوا معايا التجربه. انا متحمس لها جدا ان شاء الله تبقى تجربه حلوه، فانتظروني كمان شويه اول ما ينزل اصوره ان شاء الله. اخيرا طبق لحمه خيل جه، هناخد قطعه كده وهقول لكم رايي ان شاء الله. يا رب تكون حلوه. بسم الله. طعمها جامد ومختلف عن اللحمه اللي احنا متعودين عليها، البقر او الخرفان، بس الطعم لا حلو والكواليتي لا جامد مظبوطه كده، ما فيهاش حاجه كنت متخيل ان انا مثلا هجزع او حاجه، بس لا الطعم جامد. هايلي ريكومندد لو جاي اوزبكستان لازم تجرب لحمه الخيل ان شاء الله. اخيرا خلصنا جولتنا في طشقند، شويه ان شاء الله وهروح محطة القطر عشان اخد القطر اللي هيطلع على بخارى ان شاء الله. نصور برضه هناك فيديوهات كويسة، يا رب الفيديوهات تكون اللي فاتت دي عجبتكم، ويا رب الفيديوهات اللي جاية برضه تعجبكم. لو اول مرة تشوفني او تتابعني على القناة ما تنساش ان شاء الله تعمل لي اشتراك في القناة وتعمل لي لايك ودعمني عشان خاطر ان شاء الله ده حاجة تشجعني ان انا انزل ان شاء الله فيديوهات جديدة، ان شاء الله اعمل حاجات مهمة كويسة واوريكم كل حاجة انا بشوفها اقدر ان انا ان شاء الله اوريها لكم. اشوفكم على خير واشوفكم بكره ان شاء الله.